طيب بسم الله الرحمن الرحيم. جاهزية سرعة حسم يا سركاسات. قال إذا نحن توافقنا معاهم عرب وشمال وشرق ووسط أهلا وسهلا ونعيش. إذا ما توافقنا مع بعض هنفصل السودان، دارفور، كردفان، جبال النوبة ونقسمها. يا سركاسات، ده من قال لك الجاهزية دار تفصل السودان؟ أنا عارفك أنت بحديثك دار تفصل السودان، لأنه خلاص انهزمت. والله تاني السودان مين ينفصل؟ قسما بالله السودان تاني مين ينفصل؟ والله آخر جندي يقاتل السودان تاني مين ينفصل. بكلامك ده دار تفصل السودان، لكن والله ما حنفصل السودان، نقاتل لآخر جندي. ما تبغى تلحن وتقول لنا خلاص نديكم تقرير مصير، والليله لو قال دار تقرير مصير جاهزين، لو قال دار غرب السودان، لو قال دار تقرير مصير تقول اهلا وسهلا خذ تقرير المصير، خذ افصل. لكن والله مين ينفصل؟ والله الحرب دي واصله اي منطقه في السودان، السودان شمال السودان، المهم واصله. عشان ما تقول تلحن لنا نفصل السودان، ما نفصل السودان الجاهزية دي ما جاية عشان تفصل السودان، لا 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 لا, لا أبدا. كفاية الجنوب، قسما بالله الحرب دي واصلة أي منطقة في السودان، ما حنفصل. مين انتوا العرب؟ قال نحن عرب والشمال. كيف يعني؟ كده اشرح. انت الكلام اللي قاعد تقول فوق دي انت صاحي؟ خطابك ده خطاب زول مسؤول؟ قال نحن عرب والشمال والشرق. منو العرب؟ منو الشمال؟ منو الشرق؟ منو الحاجات دي؟ كده حاول تفصلها. انت حس لو زول مسك زنقك في زرارتك الاخيره دي قال لك تعال فسر لنا كلام اللي قاعد تقوله ده شو هو الكلام اللي تقول فوق دي شنو؟ الحرب دي انت لو داير تفتكرها زي زمان، تقبض ناس الزاميه وتمشي تودوهم يقاتلوا وكده، ده كلام انتهى خلاص. الحرب دي قسما بالله واصله اي منطقه في السودان، ده واصله. ولو قلت داير في حديثك قلت داير توصل من درمان تحرر من درمان وما بعرف شو الخرطوم وتوصل جبل اولياء وتطلع بوشك توصل لي قدام، ده والله العظيم كذب. زمان الناس اللي تحارب بهم انت يا هم تحسي حاليا حاربتهم وهم عارفين مداخل ومخارج الحروب كيف. انت ما عندك جيش، انت حسي حاليا جيشك البغاتي هم الكتائب كتائب البراء وكتائب شنو ما بعرف وكتائب شنو شغالين بالمسيرات. يعني انت حسي دار تحزم دار تفوز في يعني تحزم الحرب دي يعني عسكريا. انت حسي بعقلك بقول لك الحرب دي تنحزم عسكريا، انت دار تحزمها عسكريا يعني يا سركاسات؟ والله ما بتحزمها عسكريا. 1,500,000 جندي جاهزية بس سرعة حسم. 1,500,000 جندي ده حتى حاليا، ده بس حاليا موجودين. ولسه الغايد محمد حمدان ما اعلن استنفار ولا اعلن قال تعالوا يا جماعه قفوا في القضيه دي، ولا اليوم ده لو الغايد اعلن خطاب رسمي قال الليله يا جماعه الناس وهي زول دار ناصر الغدير ودار يقف مع الجاهزيه اهلا وسهلا احنا نجي واحنا نسلحوا. والله سركاسات ناسك الماقل الفرتق منه يجونا احنا في الجاهزيه. يا اخي انت واحد كذاب والله. الحرب وبعدين في الترند بتاع دبلو بتاع البرهان قال ليش نزل ما دبل ما الفيديوهات تجيني قال ما تدبوا لي. هو اول حاجه الدرون تبعك بيشيل دانه واحده، الدانه واحده بتنجغ 100 ذاته وخلاص.
كيف يعني دبلوه ما دبلوه ادانا الدرون تبعك شايله دانا مع التصوير المحل ده ترمي دانته وخلاص اذا بيغموه خلاص. الميك تبع كل في خبر كان الانتينوف الابابيل كل الصغيرات كلها انتهت ما في شيء. الدرون اللي جبتها مهاجر 6 انتهت، ولا البريكدات برضه انتهت. والله الجاهزية دي نقول تحزيم عسكريا قسما بالله العظيم ما تحزيم. دي كلام انا بقوله لك. والناس بس قولوا راسكم والله العظيم الحرب دي واصل السودان ده في اي مطرح في اي بلد. الحرب دي واصلك عشان ما يغشوا يقول لك بكره وخلاص نحن انتهينا على الناس زيل وفضل لنا حاجه بسيطه بس ويكملوا. لا 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 الكلام ده ما في والله العظيم. والله هي تقعدوا في مفاوضات لو دارين حرب تجيب غادي هناك مفاوضات تصالحوا تقعدوا تعيشوا تاني ترجعوا لما بعد 15 او كمان المتق يسعى الجميع والبل يسعى الجميع. ده الواضح ما فاضح عشان ما يغشوكم قسما بالله عشان ما يغشوكم. كاسات الكلام اللي بقوله فوقه ده كلام استهلاكي، كلام ما حق زول مسؤول، كلام حق زول يعني فعلا بتاع كاسات. تحياتي جاهزية سرعة حسن.